يعني خلاص هم لو دراعنا وعملوا اللي هم عاوزينه؟ يا جماعه احنا لازم نحترم نفسنا ونروح على بيوتنا. احنا مفيش حد يقدر يلوي دراعنا، والحفله دي هتتعمل يعني هتتعمل. انا صعدت الموضوع لاعلى سلطه في الكليه وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. مفيش حاجه هتحصل يا امل، اللي حصل حصل وخلاص. واحنا بنحملك مسؤوليه الغاء الحفله باعتبارك امينه اللجنه الفنيه. وانا قد المسؤوليه، وهتشوفوا ان الحفله هتتعمل يعني هتتعمل. وهتشوفي ايه اللي هيحصل، بس لازم يبقى عندك الشجاعه الادبيه وتنسحبي من الاتحاد كله لو الحفله دي ما اتعملتش. يا جماعه ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، عايزين نهدى شويه ونركز وما نوترهاش، عايزين نعرف احنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها. انا لو ما غنيتش النهارده مش عارفه ممكن يجرى لي ايه. يا جماعه انا مستنيه اليوم ده من اول السنه. يا حنان ما تقلقيش ما تقلقيش. على فكره يا حنان، هتغني يعني هتغني بالذوق بالعافيه، هتغني عشان نعرفهم ان احنا ممكن نستعمل الاساليب بتاعتهم واكتر كمان لو ما عملوهاش. من فضلك يا عادل انا مش عايزه اسمع سيره لا عنف ولا قوه. يا جماعه احنا فنانين مش همج. ميرسي يا دكتور ان حضرتك جيت. هم فين يا امل؟ جوه في المسرح. بيعملوا ايه؟ تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. هنعمل ايه يا دكتور؟ انا شايف انه طبيعي انكم تستنوا لغايه ما هم يخلصوا. يا دكتور ده بيقروا سوره البقره. يعني عقبال ما يخلصوها هيكون النهار طلع. مش بعيد كمان يختموا القرآن. على فكره احنا لازم نقتحم المسرح. بس يا ابني انت بلاش كلام فارغ. تقطعن المسرح يعني ايه؟ اولا القران ليه قدسيته واحترامه، لازم تفهم كده. انا اسف يا دكتور. يعني ايه يا دكتور؟ الحفله هتتلغي؟ انا شايف يا امل اي حل تاني معناه ان ممكن تحصل مجزره هنا في الجامعه. يعني انا مش هغني؟ انا عارفه ان حظي متنيل بنيله. وانا قلت لكم من الاول نحترم نفسنا ونروح بيوتنا. مفيش حد هيروح والحفله هتتعمل. هم يقروا القران جوه واحنا نعمل الحفله هنا، وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه. يا شيخ ارحمينا بلاش تخريب بقى. دي باين عليها اتجننت. على فكره يا جدعان والله العظيم ما ينفع اللي انتوا بتعملوه ده. يا امل